جريمة تصوير في وصفة طبية. لا يعد تصوير وصفة طبية جناية تزوير محرر رسمي، وإنما جنحة تزوير محرر عرفي. قضاة الموضوع لما أعادوا تكييف الوقائع من جنحة التزوير واستعمال المزور في المحررات لم يبينوا الطريقة التي تم بها التزوير حسب المادة 216 من قانون العقوبات التي حددت الحالات على سبيل الحصر حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبتها. نعم، فبالرجوع إلى القرار فإنه لا يتبين بأن المتهم قد تقدم بالدفوع أمام المجلس، وبذلك تعتبر دفوع جديدة أمام المحكمة العليا لا يمكن تقديمها لأول مرة أمامها. بالإضافة إلى أن الأمر بإجراء خبرة يدخل ضمن السلطة التقديرية للقضاة الموضوع، ومتى لم يأمروا بها فإن القرار تاعهم لا يشبه عيب القصور في التسبيب. نعم، القرار تبنى ما جاء بالحكم المستأنف، والذي أورد في حيثيته أنه ثبت للمحكمة من خلال ما سبق وعلى حالتها الراهنة، وخاصة من الوصفات الطبية التي تم ضبطها كأدلة إقناع بوجود تغيير وإضافة بالكتابة، كاين تغيير في الكتابة على عدد علب الأدوية في الوصفات الطبية، وهي الواقعة التي تؤلف بعناصرها وأركان جنحة التزوير في محررات عرفية المحددة في النموذج القانوني لنص المادة 220 من قانون العقوبات. نعم، إذن قضاة الموضوع قد عللوا قرارهم بما يكفي كفاية، وأبرزوا العناصر والأركان المكونة للجريمة المنسوبة للمتهم، وقد ناقشوا الوقائع مناقشة قانونية وانتهوا على أساسها بإعادة تكييف الوقائع لها، وذلك يدخل في إطار سلطتهم التقديرية. وشكرا.